اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وجايبه لكم النهارده وصفه انما ايه حلوه قوي. دلوقتي الزيتون موجود في السوق وده اوانه وممكن تلاقيه رخيص، وتقدري تخزني وتعملي منه اللي انت عايزاه باسعار قليله، ارخص من الجاهز بكتير طبعا. بس قبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، اللي اول مره بيشوفني انا اسمي سم، واشتركوا في القناه علشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الزيتون لايك وشير، ويلا بينا على الوصفه. انا سلري اللي هو الكرفس بتاعنا ده شكله ان ده ملهوش مقادير او كميات. جزر مبشور، المقشره او المبشره. بعد كده معانا الليمون. الليمون ده بقى ليه قصه كده. بصي الليمونه دي قبل انا ما بستخدمها ببشرها، باخد القشره اللي بره ديت بشيلها، بتنفع في وصفات كتير وبتنفع بدل الفانيليا. شايفين اهي، هوريكم شكلها اللي انا بشرته وخدته واحتفظ بيه في كيس في الفريزر. كده بنيجي نقطع الليمون ده حلقات بالشكل ده، وبعدين نقطعها مثلثات صغننه زي ما انتم شايفين، هي جواها مثلثات اهي، شايفين بتقطعيها كده. ودولت هخليهم سلام علشان هحطهم في البرطمان من الجناب. وبعد ما نقطعه كده اعصريه جامد بايدك كده، ادعكيه جامد، هتنزل الميه بتاعته الليمون اللي هو عصير الليمون. وهننزل ده على ده كده بالشكل ده. بس هنعين ده دلوقتي، مش محتاجينه دلوقتي. شايفين بقى فيه ميه ازاي، وبتحطيه ببذره بحاله، ما تشيليش البذر. وبعد كده والفلفل الاحمر، عايزاه بارد عايزاه حامي ده اختياري، انا حطاه حامي. زيتون معانا اهوت، ومعانا المدق بتاع اللحمه ده، بس انا مغلفاه بورقه نايلون. ممكن ناخد 2 مع بعض كده. عايزه بقى تخليه سليم زي ما هو كده وتخلي البذره جواه، ده حسب الرغبه. عايزه تفتحيه كده ونطلع منه البذره يبقى مشفي، ده حسب رغبتك. انا بحبه من غير بذره، ليه؟ بيبقى سهل قوي في الاكل. انا هدق كله الاول وبعدين اطلع البذر. شايفين الميه اللي بتطلع منه دي كلها زيوت. والطريقه دي حلوه قوي، اللي هو المدقوق ده، يعني 15 يوم تاكلي منه احلى زيتون تاكليه مخلل. هو انا ما بسميهوش مخلل بجد، هي سلطه كده تغمسي بيها، طعمها بجد بيبقى تحفه. الكميه كلها بالشكل ده. الزيتون بتاعنا بعد ما خلص اهو، شايفين شكله. على فكره دول لما جبتهم انا ما اعرفش كانوا قد ايه، بس وزنتهم هنا طلعوا كيلو الا ربع. شايفين عاطين كميه قد ايه، لان الزيتونه كبيره حلوه كلها لحم، فطلعت لنا كميه حلوه قوي. وتعالوا نقلبها، نقلب كل المكونات دي على بعض بالشكل ده. هناخد الشطه وندوبها بره في الميه، وكده قلبناه كويس. شايفين لونه وشكله جميل قد ايه، بجد حلو قوي. تعالوا بقى نجيب برطمان، وهنجيب معانا الليمون اللي احنا قطعناه حلقات ده، وهنيجي نحطه في الجنب كده. في كل جنب كده نحط واحده، وبعدين نبتدي نحط ايه الخلطه بتاعتنا. وانتي بتحطي لازم تكبسيه. شايفين شكل الخلطه تحفه. حطوا ليمونه كمان، يعني كيلو الا ربع زيتون تعملي منه كميه كبيره قوي من المخلل، ممكن تعملي برطمانين يعني. معانا هنا كوبايتين ميه، الاحمر ده الشطه اللي حطيناه، كوبايتين ميه، وهنحط عليهم ربع كوبايه ليمون. مش هنحط ليمون كتير لان هو اساسا فيه ليمون. كل كوبايه ميه عليها معلقه مايريه، اللي هي المعلقه الكبيره بتاعت الاكل، ملح. دول كوبايتين
يبقى هنحط معلقتين ملح وهنقلبهم مع بعض. يلا بينا بقى نحطه هنا. بعدين هنجيب زيت زيتون او اي زيت نضيف عندك وهنحطه على الوش كده. حطي كمية كويسة تتغطى، وهنجيب كيس نايلون او اي حتة نايلون ونحطها بالشكل ده، ونبتدي نقفل عليه ديت عشان تمنع الهواء يدخل، وهنقفل عليه كويس هنا كده بالشكل ده. شايفين؟ بس انا مش هقفله دلوقتي، هخليه لبكره. ليه؟ علشان الهواء اللي تحت يطلع ويبقى ايه، الهواء كله طالع ما فيهوش اي فقاقيع هواء، لان انا شايفه فيه فقاقيع هواء ايه. لما يطلع كل ده بكره نقفل عليه جامد زي ما هوريكم دلوقتي كده. وكده خلصنا المخلل بتاعنا، سلطه الزيتون. شايفين جميل قد ايه، والكيلو وربع، كيلو الا ربع عمل لنا قد ايه، برطمانين قد ايه. يعني ممكن تعملي خزين السنه بحالها بكميه قليله من الزيتون. شايفين الجمال؟ بصوا الجمال شكله ايه بجد، حلو جدا. شايفين؟ وممكن تاكلي منه بعد 15 يوم، وبجد بجد طعم وريح.